قبل ما تسمع أي رواية، قبل ما تنجر خلف العناوين العاطفية، خليك هنا، لأن الحقيقة أقسى بكثير مما يقال. اليوم نتحدث عن قضية حاول البعض تحويلها إلى قمع، وهي في الواقع سقوط مهني مدوي. صحفي جزائري، حدث رياضي قاري في المغرب، ورواية جاهزة عنوانها الاضطهاد. لكن هل ما وقع كان فعلا طردا تعسفيا أم نتيجة استفزاز مقصود وتجاوز واضح للخطوط الحمراء؟ في هذا الفيديو لن نبيعك شعارات ولن نلعب دور الضحية، بل سنضع الأمور في نصابها الحقيقي كما هي دون تزييف ولا مجاملة. من جاء ليغطي كرة القدم وتحول إلى طرف سياسي لا يلومن إلا نفسه. تابعوا معنا، لأن ما ستسمعه الآن لن يعجب الكثيرين، لكنه الحقيقة. وقبل أن يواصل البعض لعب دور الضحية، وقبل أن تفرض علينا رواية واحدة لا تقبل النقاش، لا بد من قول الحقيقة كاملة. الانتقادات لم تصدر من المغرب فقط، بل جاءت من داخل الجزائر نفسها. نعم، صحفي جزائري يتحدث بوضوح ويكشف ما يحاول كثيرون إخفاءه، ويدين هذا الانحراف الخطير باسم الإعلام. استمعوا جيدا، فهذا الكلام ليس موقفا مغربيا ولا ردا خارجيا، بل شهادة من الداخل. قدرش نجوزها حكي، ما نقدرش نسكت على بالك. انا هذا الخبثاء هذو اعداء الجزائر واعداء الفريق الوطني لازم نفضحوهم حكي. هذه الجملة وحدها تكشف جوهر الأزمة. عندما يوصف كل صوت مزعج بأنه عدو الجزائر، فنحن لا نعيش في مناخ إعلامي، بل في منطق تخوين ممنهج. في الأنظمة السليمة الصحفي يراقب ويحاسب، أما هنا فالصحفي مطالب بالاصطفاف أو الصمت. هذا الخطاب لا يحمي المنتخب، بل يحمي نظاما يخاف من أي رواية لا يسيطر عليها. بالك بالليك صارت حاجة، بالك الجمهور ما على بالوش، بالك الناس ما حبوش يهضروا عليها. سبحان الله، نفس الشيء اللي حدث في 2019 أين الفريق الوطني كان على موعد الرحيل إلى مصر. خرجت بعض الأصوات وين تكلموا على أشياء كاذبة، قالوا بالليك جو النساء الى مركز سيدي موسى هكذا باش يديستابيليزيو ليكيب ناسيونال. مشات هذيك، رحنا وجبنا لا كوب دافريك. نفس الشيء حدث في بواقي. وسبحان الله، هذا الشخص اللي ندينونسي درك انا نطلب من الدوله الجزائريه تفتح تحقيق، ولازم الشخص هذا لازم يعامل معاملة العملاء الخونة. هنا يتجاوز الخطاب كل الخطوط. الاتهام بالخيانة جريمة لغوية حين يطلق بلا حكم قضائي. هذا منطق الأنظمة المغلقة، من يحرجنا حقطة خائن، من يسأل عميل. بهذا الأسلوب تغتال المهنة وتخنق حرية التعبير، وتتحول الوطنية إلى عصا تهديد. واش دار حكيم هذا مناصر حبيت تقول لي ولا؟ لا ستا يوتيوبر يعرف روحه. نفس الشيء ولا تشفى في واحد البودكاست انا وياك، قلت لك هذا الشخص عطاو له لاكارت IPS وهو ماشي صحفي. إذا كان غير الصحفي يحصل على بطاقة صحفية، فالسؤال ليس من هو، بل من سمح ومن وقع ومن راقب. هذه مسؤولية دولة وليست خطأ فرد. النظام الذي لا يضع معايير يصنع فوضاه بيده، ثم يلوم الخارج عندما يضع حدا لها. هو يوتيوبر. شكون يطول مصطفى هذا لازم يكون اسمح صحفي لي. شاطوك. لا اي جوستومون داروا له كارت IPS، عطاو له اون ميسيون باش يكسر الفريق الوطني. انا اليوم ما عنديش الشجاعه ما نتكلمش على التقنيه، باش غدوه ما يقولوليش مصطفى كانت عندك معلومات خطيره تمس الامن الوطني، تمس الفريق الوطني وسكت. داروا له لاكارت، عطاو له يحطم الفريق الوطني، ودار هذيك المهمه القذره. اليوم يا سبحان الله راهو في المغرب وعنده لاكريديتاسيون. منين جاب لاكريديتاسيون ما على بالناش. بدل مساءلة من منح البطاقة أصلا، يهاجم البلد الذي طبق القواعد. المغرب لم يصنع المشكلة، بل أغلق بابها. والفرق بين الدول يظهر هنا، دولة تضبط الحدث وأخرى تترك الفوضى ثم تصرخ عندما تمنع. عنده لاكريديتاسيون، دار واحد ان بوست طري غراف. دايور بابات بولبينا ندد بشده. واش دار حكيم خويا باش تشوف لك هذا النيه تاعو خبيثه؟ لازم هذا يطرد من المغرب والجزائر تجيبوه باش يتحاسب ويدخل الحبس. واش دار حكيم؟ إلا بيبلي ان بوست
بلا فوتو تاع بولبينا بالهدف. قال لك بولبينا صحابه راقدين في الفندق، وهو او يتكلم بالتليفون. حاله كبيره هذه مصطفى. سي تري كراف واش صرا. الور كو هو ما دخلش ميم با لوتيل، ما يقدرش يدخل لوتيل، ومع معلومه كاذبه 100%. حتى بابا بولبينا مسكين دار تكذيب، يعني دار تكذيب وقال لهم يا ولي، قال في البوست هذاك يا وليدي ما تخافش، اعداء النجاح هذو مازال يكونوا، انت يا سيريو انا ربيتك، على بالي بليك في الفريق الوطني راك كونسونطري. بالمناسبه بولبينا تزوج مؤخرا. نعم. وشوف يعني واش راهو يصرى حكيم. علاش حكيم سيد نوفو ماريا حكيم علاش يصراو هاد الشوفات لا في دو ماتش، وكان ما عندكش سوء النيه. واش تربح درك يدير هذه المعلومه الخاطئه. مصطفى دور من الان؟ دور شوف، انا نطلب من وزير الاعلام يدير تحقيق على هذا الشخص المنتحل لصفه الصحفي، هذه وحده. نطلب من رئيس الفيدراليه ان يودع شكوى بمحاوله تحطيم الفريق الوطني على بعد 24 ساعه من مقابله هامه. التحقيق مطلوب، نعم، لكن في المنظومه لا في الصحافه فقط. التحقيق يجب أن يسأل: من منح الاعتماد؟ وفق أي معايير؟ ومن حمى هذا العبث؟ غير ذلك سيبقى التحقيق أداة انتقام لا أداة عدالة. أنا نغلق القوس. طيب اللي لازم يطرح، لماذا بولبينا بالضبط؟ علاش؟ بوركوا بولبينا سبيسيالمون؟ أنا بكل صراحة ما شفت الصورة، هل وضع الصورة لا؟ الصورة السيد حاكم تليفون، لكن ما يدوش باللي كان في الليل ولا شبالي ربي. كان مسموح لهم تليفون، لكن كيفاش تدخل انت؟ ممنوع يدخلوا. كيفاش جبت الصورة هذه؟ خطيرة. ونزيد نقول لك درك نروح لك بعيد، نمس هذا مش كرامة الجزائر، باسكو راهو يمدح في المغرب. صح. اسكو سي نورمال؟ ما قلتلكش تكلم بالسوء على بلد اخر، لكن تحترم بلدك وما تمدحش البلدان الاخرى. انت راك جزائري، تدافع على الفريق الوطني الجزائري. دونك السؤال يبقى مطروح. انا تواصلت مع واحد يوتيوبر، يعني اللي هو ثاني الى بيبلي هذا الشيء، ونشكروا على الوطنيه تاعو. نحييك خويا الشنوا، انت وطني مخلص، ماشي كيما اليوتيوبر هذا الاخرين، باش ماشي كاع كيف دخلتني في ما دخلتلكش. راني نعطي معلومه خطيره تمس امن الفريق الوطني. انا اليوم ما يهمنيش الحصه تاعك تكنيك ولا نربحوا ونخسروا. اسكو سي نورمال اش راهو يصرى؟ اسكو سي نورمال السيد هذا غدوه بالباج نشوفوه في لا كونفيرونس دو بريس؟ وهذا يعني نداء الى السيد رئيس الفيدراليه ووزير الرياضه باش يتحمل المسؤوليه تاعو، ما يخليوهش يدخل. باسكو يدخل قسما عظما ما نسكتش. انا الجزائر قبل كل شيء. كيفاش هذا يسبك يا حكيم؟ يسبني، يسب كاع الناس، ويعني لي بريفيليجي يدخل لا زون ميكس، يبوزي لا كيسيون. لا ديرنيير فوا بوزا لا كيسيون بالعربيه، وسعيد فلاق المكلف بالاعلام لدى الفيدراليه هو اللي يترجم السؤال لبيتكوفيتش. اسك سي نورمال؟ ونسكتوا على هذا الشيء. دونك حبيت تحطم الفريق الوطني عبر اللاعب بولبينا معلومه خاطئه. ديجا نورمالمون الفيدراليه تكذب هذا المعلومه. هذا الكلام خطير، وهذا الكلام ينسف الرواية المتداولة من أساسها. نحن لا نتحدث عن صحافة حرة، بل عن فوضى إعلامية، عن أشخاص ينتحلون صفة الصحفي ويستعملون البطولات الرياضية لتصفية حسابات سياسية وضرب فرقهم الوطنية، ثم اتهام الآخرين زورا وبهتانا. الأخطر من ذلك أن هذا السلوك العدائي يوجه دائما نحو المغرب، في كل مرة تشكيك بلا دليل، اتهامات جاهزة، تحريض مفضوح، ثم صراخ باسم حرية الصحافة عند أول رد فعل. هذا ليس إعلاما، هذا ابتزاز سياسي رخيص. المغرب لم يمنع صحفيا لأنه جزائري، ولم يعادي الإعلام، ولم يغلق أبوابه. المغرب رفض فقط أن يكون منصة للفوضى وساحة لتصفية صراعات داخلية لا علاقة لها بالرياضة ولا بالإعلام. عندما تتحول الأكريديتاسيون إلى غطاء للتشويش، وعندما يستعمل السؤال الإعلامي كسلاح، وعندما يصبح الصحفي عنصر توتر لا ناقل حقيقة، فإن سحب الاعتماد قرار سيادي مشروع وليس جريمة كما يروج.
الخطاب الإعلامي العدائي تجاه المغرب لم يعد حالة معزولة، بل أصبح نهجا مكشوفا ومدانا حتى من صحفيين جزائريين شرفاء رفضوا الانخراط في هذا الانحدار. وهنا الخلاصة التي يحاول البعض الهروب منها: المشكلة ليست في المغرب، المشكلة في إعلام لم يعد يميز بين الخبر والتحريض ولا بين النقد والمس بالأمن الرياضي. والمغرب دولة ذات سيادة لن يسمح بأن تتحول أرضه إلى مسرح لهذا العبث. هذه ليست معركة صحافة، بل معركة مهنية وأخلاقية، والحقيقة مهما حاولوا طمسها ستبقى أقوى من أي رواية مزيفة.